ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني. النهارده هنعمل مكرونه بشاميل بالفراخ فظيعه. مش هنقدر نقول عليها نجرسكو لان النجرسكو بيبقى منضاف لها شويه اضافات كده زي الفلفل المشروم والحاجات دي. بس هنا الولاد مش بيحبوا الفلفل والحاجات دي، بعملها لهم بالطريقه دي بتطلع طعمها فظيع بجد، واحلى كمان من اللي هي المكرونه البشاميل العاديه اللي بتبقى معموله باللحمه المفرومه. بجد فظيعه، والبشاميل كده سايح وسخن وجميل وبطريقة مظبوطة جدا جدا. قبل ما نبتدي، لو أول مرة تشوفوني أنا مي، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس كمان عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نبتدي. أول حاجة هجهز البصل بتاعي كده، أجيب حوالي 3 بصلات كده حجمها متوسط، وابدأ ان انا افرمهم في الكبة او نقطعهم قطع صغيرة. هنفرمها فرمة كده لا ناعمة قوي ولا خشنة قوي. وهحتاج كمان صدرين دجاج متقطعين قطع صغيرة شرايح كده، في نفس الوقت صغيرة وفي نفس الوقت ان هي تكون رفيعة شوية عشان ما تاخدش معايا سوا كتير في الحلة وتنشف. وهحتاج كمان عصير طماطم حوالي طماطمتين متوسطين. عصير الطماطم بيديلها طعم حلو قوي قوي، وفي نفس الوقت بيديلها لون كده بدل ما تكون بيضة كده زي اللي احنا متعودين عليها في نجرسكو الاصلي. اجيب بقى حله واحط فيها معلقه زيت زيتون او معلقه زيت نباتي، وابدا ان انا اسخن الزيت الاول، وبعدين انزل عليهم البصل بتاعنا المفروم، يا اما مقطعينه قطع يا اما فرمينه الفرمه دي، وابدا ان انا ادبله كويس جدا. لو انتم مقطعينه قطع هتاخد وقت معاكم شويه على ما يتدبل بالشكل ده. بعدين انزل عليهم بقطع الفراخ بتاعتي واشوحها تشويحه حلوه قوي قوي. بفضل اقلب فيها لحد ما تكون بقى الفراخ بتاعتي، قطع الفراخ بتاعتي كلها اتشوحت كويس جدا. ابدا ان انا انزل عليهم بعصير الطماطم. عصير الطماطم بيديلها طعم حلو قوي. لو مش عايزين تحطوا عصير الطماطم بتحطوا معلقه صلصه صغيره كده، لكن عصير الطماطم بيديلها طعم حلو جدا. احط بقى التوابل بتاعتي، اي توابل انتوا بتحبوا تحطوها على الفراخ او بتحطوها في المكرونه البشاميل عامه، وابدا ان انا اسيبها بقى تكمل السوا بتاعها. ونيجي بقى للمكرونه بتاعتنا، بنسلقها سلقه زي ما احنا متعودين بنسلق المكرونه في الميه المغليه. بحط رشه ملح وابدا ان انا احط المكرونه بتاعتي واسيبها لما تتسلق بس من سوا كامل، يعني بتبقى فيها مضغه كده، وابدا ان انا اشيلها اصفيها من الميه واشطفها شطفه، وبعدين ارش عليها معلقه زيت كده، وابدا ان انا اقلبها تغليفه كده من بره بالزيت، واركنها بقى على جنب. بعدين نشوف البشاميل بتاعنا. وهنا كده كمان الفراخ بتاعتنا استوت كده وخلاص نشفت من الصوص. حابين ان انت يبقى فيها شوية صوص كده، السبوب براحتكم. نبدأ ان احنا نعمل البشاميل بتاعنا. وللبشاميل هنحتاج لكل كوباية حليب معلقة دقيق ومعلقة سمنة او زيت او زبدة، اي مادة دهنية انتوا بتحبوها. حطيت 6 معالق زيت، وكمان هحط 6 معالق دقيق. طبعا لو احنا عملناه بالزبدة هنلاقي ان النسب متساوية جدا، لكن لما بنيجي نعمله بالزيت بنلاقي ان معلقة الزيت صغيرة شوية عن معلقة الزبدة. فاحنا هنحط كده ال6 معالق، وهرجع كمان احط 3 معالق زيت عشان يوصل للقوام اللي احنا متعودين عليه في البشاميل مظبوط. عشان نطلع قوام البشاميل كده سايح ومفهوش اي كتل، هيكون نسبة الزيت يعني نسبة المادة الدهنية زي نسبة الدقيق بالظبط. يعني تشوفوه كده بالنظر، لو لقيته في كتل حطوا كمان معلقة زبدة او معلقة زيت لحد ما تشوفوه بالقوام اللي انتوا شايفينه دلوقتي. ده بقى يعرفكم كويس جدا البشاميل بتاعكم هيطلع مظبوط ومفهوش اي كتل. خلاص كده بقى وصلنا للقوام اللي احنا شايفينه ده، وزي ما انتوا شايفين كده الزيت والدقيق بيغلي كده، وشمينا خلاص ريحة تحميصة الدقيق. نبدأ ننزل عليهم اللبن. ده لبن بلدي انا كنت جايباه وغليته، وبعدين نزلت عليه على طول وهو سخن على البشاميل على طول. مفيش اي مشكلة لما بيكون سخن، اللي تحبوه ساقع سخن اللي انتوا تحبوه بيربط بقى. اول ما يربط كده احاول ان انا اظبط بقى على حسب البشاميل اللي انا بحبه ازاي. يعني في ناس بتحبه سميك شويه، في ناس بتحبه خفيف شويه، انا من الناس اللي بتحبه خفيف. فارجع بقى احط الكميه بتاعتي كلها شويه بشويه لحد ما اشوف القوام اللي انا بحبه.
ابدا ان انا احط الملح بتاعي على حسب انتوا بتحبوا الملح بتاعكم قد ايه، واحط كمان نص معلقه فلفل اسمر. حابين كمان تحطوا رشه جوز الطيب براحتكم، لكن انا بحبه كده بالفلفل الاسمر. في بقى اضافه مهمه قوي انا بحبه قوي كده وبيدي فعلا طعم رهيبه، الاضافه دي اللي هي مكعب مرق الدجاج، بتخلي البشاميل ده في حته تانية، طعمه فظيع. هنا بقى كمان نفتفتها كده وبعدين ننزلها ونقلبها تقليبة، وكده البشاميل بتاعنا خلص وبالقوام المظبوط. وده كده قوام البشاميل بتاعنا، حتى لو قعد سقعت معاكي كده وقعدت ما بتمسكش منك، حتى ما بتبقاش ماسكه كده وجامده، لا بتفضل سايحه كده وطريه وحلوه. نبدا ان احنا بقى نظبط الطبق بتاعنا، الطاجن الجميل بتاعنا ده. نحط شويه مكرونه تحت، حابين ان انتوا تقلبوا البشاميل في المكرونه مره واحده براحتكم. انا باخد شويه مكرونه كده تحت، وبعدين ابدا ان انا احط عليها شويه بشاميل. اهم حاجه كل شويه نقلب البشاميل، بعدين ابدا ان انا اقلبها تقليبه كده، وده كده الطبقه الاولى بتاعتنا. اغلف المكرونه بتاعتي كويس جدا بالبشاميل، وابدا ان انا اسويها كويس جدا. انا من الناس اللي بتحب طبقه المكرونه تبقى خفيفه كده، ما بحبش القطع تبقى كبيره كده مليانه مكرونه، لا بحب كل حاجه كده تبقى بسيطه كده. بعد ما سويتها كويس جدا ابدا ان انا احط الفراخ بتاعتي واسويها كويس جدا، بحيث ان هي تبقى ماليه الطبق كده، ما اسيبش ولا حته يعني ما فيهاش. وابدا ان انا احط كمان المكرونه بتاعتي، قلبت شويه كده في بشاميل، وابدا ان انا احط اخر طبقه وكمان احط البشاميل بتاعنا. انا بحب البشاميل كتير قوي على الوش، فحاولوا ان انتوا تظبطوا من الاول الكميه كده عشان ما تاخدوش كتير بشاميل كده في المكرونه وفي الاخر ما تلاقوش حاجات، يعني كميه حلوه مناسبه على الوش. احط بقى اخر طبقة، اهم حاجة ان احنا نقلبه كويس عشان لما بنركنه شوية بيبقى يعمل طبقة قشرة كده من فوق، فعشان كله يخش في بعضه. اوزع بقى طبقة البشاميل بتاعتي كويس جدا، وداري اي مكرونة كده طلعت على الوش انزلها لتحت، واوزعه كويس جدا بحيث كل حاجة تبقى متغطية. ادخلها في فرن مسخنينه قبل كده في الرف اللي هو فوق النار على طول، والنار شغاله من فوق ومن تحت، منه تاخد لها لون محمر كده وحلو من تحت ومن فوق في نفس الوقت. كده بقى شكلها بعد ما طلع تحفه وريحتها رهيبه. سيبها لما تهدى شويه وبعدين نبدا ان احنا نقطعها على طول. طبعا بقى احنا لو سيبناها برد شويه يعني هنشيل القطعه ماسكه نفسها شويه، لكن احنا بنحبها سخنه كده، واكيد معظمنا بنحبها سخنه كده ومفكفكه من بعضها. بشاميل بقى سخن وسايح والمكرونه سايحه والدنيا فظيعه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس كمان عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم فيديوهات تانية، وباي باي.